لو القشرة عندك لونها أصفر ولازقة في فروة راسك وبتوجعك من الهرش طول الشتا، دي بقى القشرة الدهنية، ولو بتغلط الغلطات دي عمرها ما هتروح أبدا. هقولك تعمل ايه وما تعملش ايه علشان تخلص منها نهائي. وعشان ما ترجعش تقولي القشرة ما بتتعالجش ليه، لازم تفرق بينها وبين القشرة الجافة عشان تختار الشامبو الصح. القشرة الدهنية بتبقى لونها أصفر ولازقة ومتكتلة على الفروة وكمان معاها التهابات، ولو الفروة دهنية دي علامة مهمة جدا ما ينفعش تهملها، وده سبب انك بتجيب شامبوهات قد كده وما بتجيبش نتيجه معاك. هي مش محتاجه تنشيف، هي محتاجه شامبو يفهم بالفروه، يقلل الدهون ويشيلها ويعالج الفطريات اللي هي اصلا سبب المشكله من الاول. طب تجيب ايه عشان يجيب من الاخر؟ هات نيزاباكس او نيزورال او اي سي ام او بايودرما او ايكوبين. وخليني اكون صريحه، اغلب الناس بتفشل في علاج القشره الدهنيه بسبب الست غلطات دي. شوف انت بتعمل كام واحده. تحط الشامبو وتغسله على طول، ما بيلحقش حتى يقعد على الفروه ويشتغل. يا بتحط الشامبو على الشعر مش الفروه ذات نفسها، القشره موجوده على الفروه مش على الشعر. يا بتستخدم بلسم وماسكات فيها مرطبات تقيله جدا بتقفل مسام الفروه وتغذي القشره بدل ما تعالجها. لو بقى بتستخدم شمعة او جل تقيل بعد الشاور، خاصه لو فروتك دهنيه، اتوقع ان القشره ترجع تاني حتى لو راحت واسوأ كمان. يا بتوقف الشامبو بتاع القشره اول لما تحس ان القشره خلاص راحت. يا مش بتغسل فروه شعرك على الاقل 3 مرات في الاسبوع فتبقى لقطه للقشره الدهنيه. طب لو اكتشفت انك بتعمل غلطة من دول، الحل انك تغير طريقة استخدام الشامبو بتاع القشرة. اول حاجة انك تدي الشامبو فرصته، سيبه على الفروة من 3 ل 5 دقايق عشان يلحق يشتغل. تاني حاجة لو هتستخدم بلسم بعد الشامبو لازم يكون خفيف ما يقفلش المسام ويعمل قشرة. تالت حاجة استخدم مقشر فيه ساليسيليك اسيد، استخدمه من مرة لمرتين في الاسبوع وادعكه في الفروة. رابع حاجة ابعد عن الشمع والجل التقيل وهات لوشن او سيرم خفيف يثبت الشعر بس ما يسدش المسام. واخر حاجة لازم بعد ما القشرة تتحسن تكمل على الشامبو على الاقل مرة في الاسبوع عشان ما تتفاجئش انها رجعت تاني. قوليلي بقى في الكومنت بقالك قد ايه عايشه مع القشره الدهنيه، اسبوع ولا شهر ولا سنين، وانا هرد عليكي بالخطوه الصح ليكي. وما تنسيش السبسكرايب وتفعلي الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. اشوفكم الفيديو الجاي.